السلام عليكم. لما فصل الشتاء بيدخل والجو بيزيد في البرودة، مفيش غير الدفاية هي اللي هتنقذنا من صعوبة الجو. لكن ايه هو شكل وتصميم الدفاية اللي هنشتريها وتكون امان في الاستخدام وكمان فعالة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، تابعوا معانا. السوق فيه ماركات كتير من الدفايات وتصميمات مختلفة، لكن لو ركزنا فيهم هنلاقي ان هم عبارة عن نوعين فقط لا غير. النوع الاول وهي الدفاية الهالوجين او الشمعات، ودي منتشرة في معظم البيوت بتاعتنا وبيكون موجود منها اكتر من فكرة. النوع الثاني وهي الدفاية الزيت اللي بتكون عبارة عن ريش، وبداخل الريش دي زيت بالفعل. الدفاية الزيت عدد الريش بتاعها بيكون ما بين 7 ريش، 9، 10، 11 ريشة أو 13 أو 15 ريشة. أما الدفاية الهالوجين أو الشمعات عدد الشمعات بتاعها بيكون ما بين شمعة واحدة أو 2 أو 3 شمعات أو 4 شمعات، وعلى حسب مساحة الغرفة أو مساحة أكبر من كده بنختار حسب المساحة عدد الريش أو عدد الشمعات. الدفاية الزيت بيتقال عليها زيت بالفعل لان بداخل الريش دي بيكون في زيت اللي بيتعرض للحرارة وبيساعد على عملية التدفئة، والزيت ده مش بيحتاج ان هو لا يتزود ولا بيحتاج ان هو يتغير. اما الدفاية الهالوجين او الشمعات بتحول التيار الكهربائي اللي داخلها لحرارة واللي بتساعد على عملية التدفئة. الدفاية الزيت وبتنزل بتصميم وشكل تقريبا واحد هو الشكل اللي احنا شايفينه، وبعض الشركات لما حبت تعدل في التصميم ده تقريبا ما لاحظناش الفرق وكانت النتيجة واحدة. بعض الدفايات الزيت بيكون في الجزء الامامي منها مروحة واللي بتطلع هواء ساخن وبيساعد على عملية التدفئة. اما الدفاية الهالوجين او الشمعات فالشكل بتاعها بيكون يا اما بيضاوي او الشكل الطولي، او الدفاية المروحة واللي بتعتمد على هيتر سخان ومروحة بتوزع الهواء الساخن، او الشكل المستطيل او الشكل المربع وغيرها من الاشكال التانية واللي بعضهم بيكون مزود بمروحة. الدفاية الزيت عدد الريش بتاعتها سواء كانت 7 او 9 او 11 او 15 ايا كان العدد، فهي متوصلة ب2 هيتر فقط لا غير. هيتر مسؤول عن تلت عدد الريش، والهيتر التاني مسؤول عن تلتين عدد الريش، وبنتحكم فيهم عن طريق زرارين موجودين قدام. الدفاية الزيت آمنة تماما، سواء حطيتها في غرفة وقفلت على نفسي او موجودة في مكان مفتوح مفيش منها اي تخوف نهائي. اما الدفاية الشمع فلازم نكون حذرين منها لان الهيتر السخان بتاعها معرض للهواء مباشرة واللي بيقوم بعملية حرق الاكسجين، فلازم نحطها في مكان مفتوح وما ينفعش نقفل عن نفسنا الباب لانها ممكن تؤدي للاختناق. الدفاية الزيت لما حضراتكم بتشغلوها بيعدي شوية من الوقت علشان نبدأ نحس بالتدفئة بتاعتها والحرارة اللي خارجة منها. اما الدفاية الهالوجين او الشمعات فما بيعديش دقايق معدودة الا وبنشعر بالدفء والحرارة بتاعتها. الدفاية الزيت مزودة بنظام سيرموستات، لما توصل لدرجة الحرارة اللي احنا ظابطينها عليها بتفصل تلقائي، ده غير ان هي مزودة بنظام امان من الحرارة الزائدة، واهم حاجة مزودة بعجلات علشان سهولة الحركة والاستخدام. اما الدفاية الهالوجين او الشمعات فمزودة بزرار امان علشان لو اتحركت من مكانها او وقعت فبتفصل تلقائي، وللأسف كل الماركات او معظم الماركات بتاعتها مش قوية تجاريا، تكنولوجيا الصناعة بتاعتها بتكون بسيطة جدا وده اللي بيخلي سعرها بيكون رخيص. وجي دلوقتي معادنا مع سر من اسرار الباعين. بلاش نوصل الدفاية بأي مشترك كهربائي داخل المنزل لأن استهلاكها للكهرباء بيكون عالي جدا وممكن لا قدر الله تسبب مشكلة. الحاجة التانية لو المنزل اللي احنا مقيمين فيه من البيوت القديمة اللي السلوك داخل الجدران بيكون المل بتاعها ضعيف، فلازم نستشير فني أو كهربائي ويأكد لنا إن السلوك دي تتحمل الاستهلاك العالي للدفاية.
قدر المستطاع لازم تخلي بالكم علشان سلامتكم تهمنا. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.